مؤتمر صحفي للمنتخب المغربي ونشطه مدرب المغرب محمد وهبي. إلى يسطا. والأجوبة مباشرة. Coach, bonjour. مرحبا. Alors, le coach Jess Marsh. Média. Amin Rad, Journal le matin. Merci. Alors, le coach Jess Marsh a essayé l'hypnose pour tenter de mettre la pression sur l'équipe nationale. هناك ضغط على المنتخب والمنتخب يبدو ليس لديه نقاط نقص. ما رأيك ما ردك على تصريح مدرب كندا الذي يقول ذلك؟ والفرق الإفريقية كلها خرجت إلا هناك أيضا الرأس الأخضر وغانا سيلعبان لاحقا. لا يمكنني أن أرد لأن كل مدرب وكل لاعب يقول رأيه. أنا أحترم آراء الآخرين. أنا فقط أركز على العمل الذي نقوم به من استعداد هذه المباراة، ونحن نحترم هذا الفريق ولديه الكثير من المواصفات الجيدة. وما سيكون مهما هو أن نلعب بمستوانا، والمستوى الذي أظهرناه في المباريات الأولى لن تجعلنا نفوز بالمباراة القادمة، وما سيمكننا من الفوز هو ما سنظهره غدا في الملعب. إذا ينبغي أن نكون بكامل التركيز. وبالنسبة للفرق الإفريقية من الواضح أن الجودة موجودة، وهناك فرق خرجت بصعوبة كبيرة. أنا لم أتابع كل المباريات لأنني مهتم بتحليل لاعب منتخب كندا. ملاحظة بالنسبة للحالة الصحية واللياقية للاعبين. هناك لاعب عاد مع الفريق للرياض، وأيضا بالنسبة لمدى استعداد جميع اللاعبين. مرحبا. من الواضح أنه تعرض لضربة على ركبته في المباراة الأخيرة، ولا يبدو الأمر خطيرا، وكان معنا اليوم في الملعب، وسوف نرى هذا المساء حالته. لكن الجميع بخير، ومن سيلعبون سيكونون جاهزين 100%. Bonjour coach, Nasreddine Nasrin, la nouvelle tribune Canal+. Déjà bravo pour toutes les émotions que تهانينا للإثارة التي منحتنا إياها في المباراة السابقة. هناك احترام كبير للمنتخب المغربي والذي نلمسه في المكسيك وفي كل مكان. كيف تحاولون أن تهدئوا من انفعالات اللاعبين ليكونوا جاهزين وهادئين؟ هذا عمل يتم القيام به منذ وقت طويل، لأنكم تعرفون أن الملك محمد السادس يهتم بكرة القدم، يحرص على أن يكون المغرب معروفا من خلال كرة القدم، وليس فقط منذ عام 2022 ولكن في مسابقات الفئات السنية أيضا يقدم المغرب. وإذا استمررنا في إحراز الانتصارات إذا أحسسنا بحب المكسيكيين لنا، ولكن كان هناك من لا يريدون الذهاب والاستقرار في المكسيك، لكننا فعلنا ذلك. كيف نعد نحن المباريات؟ أنا صريح في علاقتي مع الآخرين، وأقول لهم أن ستكون المباراة الأهم في كأس العالم والأكثر صعوبة. أنا وعادة لا أخطئ كثيرا. موقع الترك العربي، مجلة تلسبور عربي. للاسف في الحدود اللحظه لازال ابراهيم دياز يعني باستثناء يعني جوج تمريرات حاسمه خلال المباراه الاولى والمباراه الثانيه. للاسف في حدود اللحظه باقي ما شفناش المستوى ديال ابراهيم دياز اللي كينتظروه يعني الجماهير المغربيه، ونفس الامر اكد عليه في مباراه هولندا. واش ما كتفكروش انه غادي يكون تغيير في المباراه القادمه، خاصه انه العناصر اللي كتدخل في بلاصتو في الشوط الثاني اللي كتعوضوا كيكون عندها اضافه قويه؟ السلام عليكم. بعد تقول إنه لم يلعب مباريات كبيرة باستثناء التمريرات الحاسمة. أنا سعيد بذلك. هو أيضا في الدفاع يقوم بجهد. المشكلة دائما مع اللاعبين الكبار هو أننا نتوقع منهم أكثر ونطالبهم بالأكثر. أنا ما يهمني هو أنه يشعر بأنه في حالة جيدة ويقوم بجهد دفاعي ويضيف إلى الفريق هجوميا. ليس أداؤه مثل ما كان في كأس أفريقيا، لكنني لا أهتم فقط بأنه ينبغي أن يكون حاسما في المباريات. هناك لاعبون عوضوه لكنهم لم يكونوا حاسمين. لا يكون التغيير لمجرد التغيير، ونحن سعداء بما يقدمه للفريق. وكما قلت فهو أحد أفضل لاعبينا، وعندما يكون كذلك فننتظر منه الأكثر. إذن هذا نحن نعيه تماما، وأنا مطمئن هذه الناحية، وسترون إذا لعب غدا. السلام عليكم. السلام عليكم. سي وهبي، كنهنئوك على المقابله اللي فاتت ديال المنتخب الهولندي. المدرب الكندي اشاد بكم والاداء ديالكم في المباراه السابقه، ولكن
هذه الاشاده الاعلاميه ما كنشوفش بان خصنا ما تكونش عندنا بحال يعني تكون حافز لينا اكثر ما انها تكون عندنا ثقه زائده. كيفاش كتجيريو هذه الامور هذه داخل المجموعه؟ السلام عليكم. وي nous a félicité pour le match. نعم، هو مدحنا لمباراة هولندا، لكن أنا أيضا أهنيه لأنهم كان فريقا جيدا. أنا أعدت على ذلك، ليست مسألة الاحتراز، نحن نلعب دور 16 في كأس العالم، وإذا لم نكن في المستوى سنعود إلى بلدنا مهما كان الفريق الذي نواجهه. إذا لم نكن في المستوى سنعود إلى بلدنا واللاعبون يعرفون ذلك. إذا صدقوني أنا أعتبر هذه المباراة كإحدى أهم المباريات في مسيرتي أيضا، ونحن سنكون جاهزين، وبعد ذلك سوف ينبغي أن نظهر ذلك في الميدان. ميكرو. كوتش مساء الخير. خالد ابو خالد موقع 360. اكيد انه شفنا المنتخب الوطني تيتحسن مباراه بعد مباراه. واش نقدر نقولوا بالنسبه لانه ان المنتخب الوطني تيتحسن مباراه بعد اخرى؟ يعني اكيد لان الاوتوماتيزمات اصبحت حاضره، وبالتالي ان نقولوا العمل ديال وهبي بدا تيعطي الاكل ديالو في هذه المباريات. السؤال ديالي عنده في شقين. الشق الاول هو دياز. الكثير تينتقد دياز، واش ما تشوفش انه الحريه اللي كانت يعطيها له الناخب الوطني الاسبق اللي هو وليد الركراكي، وانت الان تتقيدوا ربما تتقيدوا حتى بالدور الدفاعي والدور الهجومي، وبالتالي ما شفناش في هذيك الصوره اللي شفنا فيها في كاس افريقيا. اخر سؤال هو اللاعبين، يعني فتره الانتقالات الصيفيه العروض كيفاش يتعامل وهبي باش يخلي اللاعبين، خاصه سمعنا عيسى ديوب كذلك نائل العناوي عندهم عروض، كيفاش يتعامل الناخب الوطني باش يخلي المجموعه داخل المباريات ديال كاس العالم؟ شكرا. Il y en a beaucoup là. Je viens de dire une question, il y a 3 questions. T'as dit une question, il y a 3 questions. سؤال واحد، أنت طرحت 3 أسئلة. Oui, après Diaz par rapport à sa position, liberté, etc. Sur les joueurs, Brahim Diaz. بالنسبة للاعبين إبراهيم دياز واللاعبين الآخرين، أعتقد أنكم لو شاهدت المباراة هناك حرية كبيرة للاعبين. نحن نحاول أن نوجد هو ربما قد تكون فوضى منظمة نحن الذين نريدها، وأعتقد أن لديه تلك الحرية. نحن نلعب كأس أوروبا، كأس العالم وليس كأس أفريقيا، وكأس أفريقيا كانت في شهر ديسمبر، وهو من ذلك الوقت لعب كثيرا ويشارك الآن في كأس العالم، وربما قد لا يكون بكامل الحيوية والنشاط. قام بتمريرتين حاسمتين، ونأمل أن يسجل أهدافا. بالنسبة لإدارة اللاعبين، أنا لست على علم بالعلاقة بين الأندية واللاعبين، وهم يتركون اللاعبين مركزين على هذه البطولة، وليس لدي أي مشكلة. حتى سايبري اللي كان معنيا بالفحص الطبي، لا أدري ماذا أجيب، لأننا نحن لا نعرف ما الذي يجري في الكواليس. ما يهمني الآن هو أن أرى كيف يتصرف اللاعبون بشكل يومي، وهل هم مركزون على استعداداتنا في المنتخب المغربي. لو سيت انفو سبور. سي وهبي تلاحظوا انه في التدريبات كنشوفوا اهداف جميله خارج مربع العمليات، ولكن في المباريات الرسميه لحد الساعه المنتخب لم يسجل من خارج المربع. هل ذلك مرض ذهني ام خوف ام تعليمات؟ شكرا. السلام عليكم. لا أعتقد أنني أقول لهم لا تسددوا من خارج المنطقة. الناحية الذهنية من الواضح أننا أحيانا نصل بشكل، ليس أحيانا نصل بانتظام إلى منطقة الجزاء، وإذا وصلنا إلى منطقة الجزاء لا أدري لماذا نسدد من بعيد. هذه نقطة. ثم نرى لاعبين بدأوا يكتسبون المزيد من الثقة، وأنا دائما أتحلى بالثقة، وكما قلت أراقب ما يقوم به اللاعبون وكيف يبدون، وعندما نرى أدائهم ونعرف أن الأمور تأتي بطبيعتها، ولدينا لاعبون قادرون على تسجيل الأهداف، ونحن في دور 16 وهناك أمور تجري بشكل جيد. السلام. عبد الرحمن الشيخ سافا كوتش، الله يجيب ان شاء الله الربح غدا ان شاء الله. كوتش دونك نو للأسف أو من سوء الحظ السيناريو كان جيد، لكننا لعبنا 120 دقيقة بالمقارنة مع الكنديين. هل إن ذلك لن يؤثر سلبا على استعداد اللاعبين غدا من الناحية البدنية إذا امتدت المباراة إلى حصة إضافية؟ وما هي نقاط القوة التي وجدتها في المنتخب الكندي؟ بالنسبة للحيوية والاستعداد البدني، أعتقد أننا نعمل بشكل جيد في مجال التعافي والتدارك، وما يهمني عندما أتحدث عن مثل هذه الأمور الناحية الذهنية والنشاط الذهني. إذا قررت في ذهنك أن تقوم بشيء فإنك يمكن أن تقوم به.
والدليل على ذلك أنه بعد كل مباراة نجد أننا جرينا أكثر من المنافس بسرعات عالية، وهذا يعني أننا نتحسن وأن لدينا طاقة كبيرة. لماذا؟ لأننا نرى ذلك في كل مباراة. اللاعبون يعرفون لمن يلعبون، وهذا يعطي طاقة تسمح لهم بتناسي أنهم لم يتعافوا وأنهم لعبوا وقتا أطول 120 دقيقة. أنا مقتنع بأننا سنكون في استعداد جيد غدا. السلام عليكم كوتش دريس تحنيه بابريس. كوتش، شفنا الهدف اللي سجل عيسى ديوب في المباراة ديال هولندا، واش ممكن اننا نشوفوا اللعيبه تعطى صلاحيات اكبر باش انه يبقى يطلع يساند في واش ممكن اننا نشوفوا اللعيبه تعطى صلاحيات اكبر باش انه يبقى يساند الهجوم، خصوصا ان عندنا نقص في اللاعبين اللي طوال شويه؟ En fin de match surtout. في نهاية المباراة خاصة لن أضعه مهاجما غدا. لا صحيح أنه عندما يكون لديك لاعبون طوال القامة يسمح لك عندما تكون الكرة في الجانب فإن مدافع يمكن أن يشارك ويحاول التسديد برأسه. جميع الفرق تفعل ذلك، ولو كانت هولندا هي المتأخرة كانت تفعل ذلك مع فان دايك، وهذا مهم جدا. الآن لن تكون تلك استراتيجية، هذا أكيد. تفضل أقوش. سلام كوتش، منصف دي ميدي ان تي في. شفناك مورا الماتش ديال هولندا كانت واحد الكونفرساسيون بينك وبين سفيان رحيمي وقلتي ليه ربي كبير، يعني مورا لي بينالتي. الا قدرتي تقرب لنا الميساج لسفيان رحيمي وكيفاش هادشي السيناريو الصعيب ديال الماتش ديال هولندا، ومبروك علينا مره اخرى. شكرا. نو سي امبورطون باسكو من الشيء مهم عندما تقوم بما قام به، عندما قام بالمراوغة وسدد الكرة. هذه عملية ممتازة أمام حارس ممتاز. يمكن أن تفكر وتشك وتقول أن كل شيء ضدك، وضربة الجزاء التي سددها وحولها ينبغي أن تؤمن بنفسك وتؤمن بالله وتؤمن بعملك، وقد كانت تلك جائزته وتحدثنا عن ذلك، وهي أمور تزيد الثقة، وأعتقد أنه يتمتع بثقة جيدة، فالحمد لله. السلام عليكم سي معكم عيسى القبحي من جريدة الصباح ومن موقع الصباح. عادة اللاعبين والمدربين والجماهير هما عادة كيخطفوا الأضواء في أي مسابقة، ولكن في المقابل كاين أشخاص أو بالأحرى جنود خفاء كيشتغلون خلف الكواليس، ربما لا ترصدهم الكاميرات، من تقنيين وإداريين وأطباء وطباخين ومحللي الأداء وحتى مختصين في التغذية. في رأيكم ما شنو يعني التقييم ديالكم للأداء أو الدور ديال هؤلاء في صناعة يعني أو في وصول المنتخب إلى قمة الجاهزية قبل المباريات، سواء ذهنيا أو تكتيكيا أو بدنيا؟ شكرا. السلام عليكم. Non, c'est une question très intéressante. هذا سؤال جدير بالاهتمام، وما أقوله أنا أقوله دائما. لو وصفت نفسي فإن أفضل صفة لي هي أن أحيط نفسي بأناس أكفاء ويعرفون عملهم. وعندما أتحدث عن الجهاز الفني وبين الشوطين نعيد مشاهدة اللقطات لكي نضع خطة الشوط الثاني بين ضد هولندا. ليست عمل شخص أو شخصين، لدي فريق عديد الأفراد وكل شخص يبدي رأيه، ولذلك في الشوط الثاني كنا أفضل، ولدينا وفد ضخم من جميع الاختصاصات، ويسهرون وقتا طويلا لإعداد اللاعبين وساعتهم على التعافي، وبدونهم لا يمكن أن نتقدم شوطا بعيدا في بطولة مثل هذه. وهذا أقوله لهم دائما وأغتنم الفرصة هنا لأكرره، أنه بدونهم لن نكون بنفس القدرة على الإنجاز والأداء. En español, Gilberto Galván, para Once Diario de Monterrey. Hablaba mucho del proyecto que tiene Marruecos que viene construyendo desde hace tiempo y de la identidad. كنت تتحدث عن المشروع الذي تطبقه المغرب، ولم يبدأ ذلك في هذه الكأس العالمية. الصفتين نريد لاعبين سريعين ولهم مهارات فنية أيضا، ولدينا هذه الهوية التي تجمع بين هذه المواصفات. لذلك لم أحتاج وقتا طويلا لكي نلعب بالطريقة التي نلعب بها. ربما هي المباراة الأكثر صعوبة والأهم. هل هناك شيء لدى الكنديين ترونه أكثر خطورة من غيره؟ أولا هو صعب لأن المباراة التي سنلعبها، ومن الواضح أننا نركز على تلك المباراة لكي أوضح أن الأهم الآن والمهم هو مباراة. ومهما نحن نتحدث عن كندا فقط إذن، وأنا تعجبني حيويتهم وسرعتهم، وأن كل شيء لديهم منظم، هم يعرفون ما عليهم أن يفعلوه بالكرة وبدون الكرة. إذن هو فريق جاهز ومنظم بشكل جيد، ولديهم
القدرة على اللعب بإمكاناتهم ويظهرون الكثير من التركيز، لأن عندما تكون بحيوية كبيرة من الصعب أن تركز. أجد أنه فريق جيد وأقول ذلك وبصدق، وبالنسبة لي ستكون المباراة الأهم. غدا اليوم الوطني المغربي، ماذا تقول للمغاربة؟ أنا لم أفكر في ذلك. طبعا سيكون يوم عطلة، فآمل أن يستمتعوا بالمباراة، وآمل أننا في الملعب أيضا سنجد عديد المشجعين غير المغاربة الذين سيدعمون المنتخب المغربي، ونحن نعرف أن المغاربة يدعموننا ويساندوننا، ولكن هناك مشجعون من بلدان وقارات أخرى يعجبهم الأداء اللعب المغربي أو لما يمثله المنتخب المغربي، وآمل أن يكون عددهم كبيرا غدا. Gracias. Seleccionador, buenas tardes. Una pregunta en español. Juan Carlos Jiménez del periódico El Norte en Monterrey, México. Han caído muchos goles en el Mundial, pero hay estadísticas que reflejan que a su portero le llegan muy poco los rivales. كان هناك الكثير من الإحصاءات التي تظهر أن ينبغي تهديد حارس مرماكم. أنا أشعر براحة لأننا جيدون في الدفاع، لا نسمح للفرق المنافسة بعديد فرص التسجيل، وذلك شيء نعيه تماما ونعمل مع الفريق، وإذا نأمل أن لا يقترب المنافسون كثيرا من مرمانا، وإذا اقتربوا فلدينا حارس مرمى ممتاز هذا، لكن الدفاع هو عمل جماعي، ونعرف أنه بدون ثقة وبدون رغبة في تقديم الأداء لن نكون قادرين على تقديم مثل هذا الأداء. أحمد طلال، لو 7 TV. Bonsoir coach. Alors comment analysez-vous كيف تحللون تطور كندا بين 2022 وهذه النسخة؟ كنت أقول في 2022 كان لديهم لاعبون موهوبون، وكان لديهم إذن في هذا الجيل عدد كبير من اللاعبين. أعتقد أن أسلوب اللعب في 2022 كان فريق يضغط لاعب للاعب، وكانوا يغطون المساحات، والآن هم يتحلون بالهدوء عندما تكون الكرة بحوزتهم، إذن يلعبون بطريقة مختلفة ولكن بنفس العقلية. وكانت أصعب مباراة في دور المجموعات التي لعبت ضد بلجيكا وكرواتيا. Voilà. Shukran coach. Best of luck for tomorrow. Merci, thank you. Amen.